قبل ما يكون مجرد رأي أو مراجعة لإعلان فيلم، هي مجرد شهادة، لأني بطبيعة الحال كنت في الكلية من سنة 2000 لحد 2005، وبطبيعة شغلي في قطاع المعمار وفي الحياة عموما اتعاملت معاهم ولسه بتعامل معاهم لحد دلوقتي. وعلى المستوى الشخصي ما شفتش أي شيء يدعو للريبة أو إننا نخاف حتى. ناس عايشة في وسطينا لهم أفكارهم اللي بتبقى فيها تشدد في نواحي كتير. كان عند بعضهم زمان طموح سياسي كبير بعد الثورة قبل ما ينحصر الطموح ده أو خلينا نقول يختفي ولا حتى يتدارى مؤقتا. وعشان برضو ما نظلمش حد من الطرف التاني، سواء كان إبراهيم عيسى أو عمرو أديب ومن قبلهم وحيد حامد الله يرحمه، فالناس السالف ذكرها، وحتى والدك ووالدتك أو اللي كان عنده 14 و15 سنة في الوقت ده زي حالاتي، حصلت فترة من أصعب الفترات اللي عاشتها مصر على مدار تاريخها، من بعد اغتيال رئيس السادات سنة 81 لحد مطلع الألفية. فترة كان فيها الإرهاب هو عنوانها الأول، ومع تورط جماعات من نوعية الإخوان أو الجماعة الإسلامية بتاعة الشيخ عمر عبد الرحمن في العمليات الإرهابية، فكان شيء بديهي جدا إن أي حد لابس جلابية قصيرة وعنده دقن طولها شبرين يدخل في الدايرة دي. عشان كده انت كنت بتلاقي في افلام التمانينات والتسعينيات نقد واضح صريح للسلفيين وتصويرهم على انهم متوحشين وغير حضاريين، او انهم ناس مش فاهمة اي حاجة في الدنيا، مش عارفين حاجة بحكم عزلتهم او بحكم كرههم للمجتمع اللي عايشين فيه زي فيلم الارهابي. الصورة دي اختفت بالتدريج من الألفينيات مع ظهور الدعاة الجدد زي عمرو خالد وزي محمد حسان وزي وجدي غنيم لما ابتدوا يظهروا في البرامج ويتكلموا مع الناس بهدوء، لحد ما جت ثورة 30 يونيو ولحد ما رجعت أعمال العنف والإرهاب من تاني، فترجع معاها الصورة إياها زي ما شفناها في مأمون وشركاه والشيخ جاكسون، وزي ما هنشوفها في الفيلم ده. الفيلم اللي بيناقش أفكار السلفيين بين قوسين زي ما إبراهيم شايفها أكتر مما بيناقش فكرة الإلحاد نفسها، وبيعرض جانب مهم من حياتهم زي ما إبراهيم شايفها برضو أكتر مما بيشوف حياة الملحد نفسه. وده مش تقدير مني للفيلم، لكن ده اللي احنا استشفيناه من الإعلان نفسه. شاب اصطدم بواقع والده وبتصرفاته الصارمة فبيعلن رفضها على الملأ، ومع الفكر الغير سليم عن الدين بيعلن انه ملحد. الموضة اللي بقت دايرة عند قطاع مش قليل من الشباب النهاردة للأسف الشديد، وفي مصر بوجه خاص، ومحدش في مصر لاحظها أو إنه حتى بيطنش لما يلاحظها، على أساس إنه مفيش أي قلق منهم أو إنهم مفيش أي نوع من العنف والإيذاء جاي من ناحيتهم على المجتمع والبلد. وده طبعا عكس الشباب المتطرف اللي من الناحية التانية. وأعتقد إن البلد نفسها شايفة إن الفكرة أو الموضة دي مواجهتها أسهل كتير من مواجهة الفكر السلفي، وده حقيقي بالمناسبة بشرط إنك تواجهها مظبوط، يعني بالعقل والمنطق. فمنطقهم ضعيف جدا بالتأكيد، وسهل لو واحد فاهم يكسبهم في قعدة واحدة، لكن أي شيء غير كده أو إن فيه لجوء للعنف مش هيجيب نتيجة ومش في صالح أي حد الحقيقة. والفيلم المفروض هنا بيناقش فكرة المواجهة نفسها هتمشي ازاي، بس هل إبراهيم بيناقشها فعلا؟ أكاد أجزم إني شفت في الإعلان الأب الصارم محمود حميدة الفنان الكبير أكتر من أحمد حاتم نفسه بطل العمل واللي المفروض هيكون ملحد. وأكاد أجزم إن الصورة النمطية عن السلفيين حاضرة وبقوة، نفس التبرئة ونفس التكشيرة بنفس الأفكار المتطرفة عن الاستتابة والقتل، واللي هتكون مصدر نقد واضح هتوصل للسخرية في وسائل التواصل الاجتماعي بأحيان كتير، فتكون هي حديث الفيلم الوحيد أو العلامة الوحيدة اللي متاخدة عن الفيلم، وننسى معاها فكرة الفيلم الأساسية عن الإلحاد وأسبابه، الفكرة اللي عايز يقصدها إبراهيم أو اللي احنا فاكرين إنه يقصدها. آسف على الإطالة.